يا ترى إيه ترتيب المنتخبات بعد انتهاء الدور الأول من دوري المجموعات في كأس العالم؟ ترتيب المجموعة الأولى اللي بتضم المكسيك وكوريا الجنوبية والتشيك وجنوب أفريقيا. بعد فوز المكسيك على منتخب جنوب أفريقيا وفوز كوريا الجنوبية على التشيك، المكسيك 3 نقط، كوريا الجنوبية 3 نقط، تشيك ولا نقطة، جنوب أفريقيا ولا نقطة في المركز الأخير. أما ترتيب المجموعة التانية اللي بتضم سويسرا وكندا وقطر والبوسنة والهرسك، بيتساوى كل الفرق المجموعة كل فرقة بعد التعادل بنقطة واحدة. أما المجموعة الثالثة تضم اسكتلندا والمغرب والبرازيل وهيتي. بعد فوز اسكتلندا على هيتي تصبح اسكتلندا المركز الأول ب3 نقاط، أما المغرب والبرازيل بكل واحدة معاهم نقطة بعد التعادل. المجموعة الرابعة بتضم الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وتركيا وباراجواي. بعد فوز الولايات المتحدة على باراجواي بنتيجة 4-1 بتتصدر المجموعة ب3 نقط، أما استراليا في المركز الثاني ب3 نقط بعد الفوز على تركيا. أما المجموعة الخامسة اللي بتضم منتخب ألمانيا وكوتيفوار والإكوادور وكوريساوا. طبعا بعد الفوز العريض من ألمانيا على منتخب كوريساوا تصبح ألمانيا في المركز الأول ب3 نقط وب7 أهداف، أما كوتيفوار في المركز الثاني بعد الفوز على الإكوادور بيكون معاه 3 نقط، ليصبح ترتيب المجموعة كالآتي: ألمانيا المركز الأول، كوتيفوار مركز تاني ب3 نقط، الإكوادور وكوريساوا بولا نقطة تالت ورابع. أما المجموعة الستة اللي بتضم السويد واليابان وهولندا وتونس، السويد بتتصدر مجموعتها بعد الفوز العريض على تونس ب5 أهداف مقابل هدف، واليابان في المركز الثاني بعد ما تعادلت مع هولندا كل فرقة بنقطة. أما ترتيب المجموعة السبعة اللي بتضم نيوزيلندا وإيران وبلجيكا ومصر، بعد تعادل نيوزيلندا مع منتخب إيران وتعادل منتخب بلجيكا مع منتخب مصر تصبح كل فرق المجموعة بنقطة واحدة. أما ترتيب المجموعة الثامنة اللي بتضم أوروجواي والسعودية وأسبانيا وكاب فيردي، بعد التعادل كل الفرق بنقطة واحدة. أما ترتيب المجموعة التاسعة اللي بتضم النرويج وفرنسا والسنغال والعراق، بعد فوز النرويج على منتخب العراق تصبح هي المركز الأول ب3 نقط، وفرنسا في المركز الثاني ب3 نقط بعد الفوز على السنغال، والسنغال والعراق مركز ثالث ورابع. أما ترتيب المجموعة العشرة، بعد فوز الأرجنتين العريض ب3 أهداف على منتخب الجزائر تتصدر مجموعتها النمسا مركز تاني بعد الفوز على الأردن، أما الأردن والجزائر مركز تالت ورابع. المجموعة ال11 اللي بتضم كولومبيا والكونغو الديمقراطية والبرتغال وأوزبكستان، بعد فوز كولومبيا على منتخب أوزبكستان تتصدر مجموعتها، وتعادل الكونغو مع البرتغال بيخلي الكونغو مركز تاني والبرتغال مركز تالت بنفس النقط، وأوزبكستان مركز رابع. اما المجموعه ال 12 والاخيره اللي بتضم انجلترا وغانا وبنما وكرواتيا، انجلترا بتتصدر مجموعتها ب3 نقط بعد الفوز على منتخب كرواتيا، اما منتخب غانا بعد الفوز على منتخب بنما بيكون في المركز الثاني بنفس عدد النقاط 3 نقط، اما بنما في المركز الثالث وكرواتيا في المركز الرابع. تابعنا وهنقول لك كل ترتيب المجموعات وكل التفاصيل. شكرا على متابعتكم.